السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي يلقاكم هاد الفيديو ديالي بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هاد الوصفة أو هاد الوجبة، وجبة سريعة بزاف بزاف. كنتي زربانة اختي ما عندكش الوقت، بغيتي شي حاجة خفيفة، هاد الوصفة اختي غادي تنفعك بزاف بزاف، ما غاديش توقفي بزاف، دغيا غتوجديها. بسم الله على بركة الله. غادي ندوزو للمقادير والطريقة. بالنسبة لاختي عندي هنايا واحد الكوكوت، الكوكوط اللي دهنتها بالزبدة. عندي هنا 1 كيلو ديال البطاطا. بالنسبة للبطاطا هنايا قشرتها ونقيتها وقطعتها طريفات صغار كما كتشوفوا. هنا درتها في الكوكوط. بالنسبة للتوابل اللي غادي ندير هنايا، غادي ندير شوية ديال البزار، شوية تاع البزار البنات اللي غندير هنايا، وغادي ندير واحد شوية ديال الملحة. القياس ديالي ديال الملحة بحال هكا، كل واحد كيعرف القياس ديالو اللي غادي يحتاج. هنا كما قلت لكم البنات هاد الوصفة سريعة بزاف بزاف. هنايا غادي ندير شوية ديال الزبدة. عندي هنا شوية ديال الزبدة من النوعية الجيدة، غنديرها بهاد الطريقة هادي كما كتشوفوا الطريفات صغار، وغادي نلوحها فوق البطاطا. هنايا راه ما غاديش نديرو الزيت، يعني غنكتفيو غير بهاد الزبدة اللي درنا هكا من الفوق، والزبدة اللي دهنا بها الكوكوت. هنايا غادي نزيد مازال شوية ديال الزبدة، واحد تقريبا غندير هنا واحد 2 معالق ديال الزبدة. هاد الزبدة كتعطينا واحد البنة زوينة بزاف لهاد البطاطا. هنايا عندي كريمة ديال أولا. هاد الكريمة راه موجودة عند موالين الحوانت، كدير 5 دراهم العلبة. أنا غنحتاج جوجات اللي غندير 2 علب ديال الكريمة، هادي خاصة بالطبخ. غادي نحلها وغادي نخويها فوق هاد البطاطا. هاد الكريمة البنات كتعطي واحد البنة رائعة بزاف لهاد البطاطا، كتخليها معلكة ولذيذة بزاف. أنا درت العلبة الأولى، غادي ندير العلبة الثانية. كما غتشوفوا معايا البنات في الاخر النتيجة غادي تعجبكم بزاف بزاف. هنا زدت العلبة الثانية كما قلت لكم البنات 2 علب. هنايا غادي نزيد واحد شوية ديال الحليب، غادي نوريكم شحال غادي ندير ديال الحليب. تقريبا غندير واحد نص كاس ديال الحليب هو اللي غادي نزيد على هاد البطاطا هادي. هنا في الاول البنات غندير الزعتر هو الاول. عندي شويه ديال الزعتر هنا كنحكو بين يديا راه منقي. هاد الزعتر حتى هو كيزيد لينا واحد المذاق اللي هو رائع بزاف لهاد البطاطا، كيعطيها واحد البنه خطيره. انا كما شفتوا البنات راه ما درناش التوابل، درنا غير شويه الملحه والبزار والزعتر فقط. هاد 3 المكونات اللي كديروا ما كتزيدوا عليهم حتى حاجه. انا كما قلت لكم البنات غادي نزيدوا الحليب. انا حتى بغيت نسد الكوكوت عاد تفكرت بلا انني ما زدتش الحليب. غادي نعاود نحل الكوكوت باش نزيد الحليب. انا ما رديتش البال البنات. انا كما قلت لكم البنات هنا راه غادي نزيد واحد كاس ما عامرش صغيور ديال الحليب. الا بغيتو تعبروا بالكاس ديال العنبه غديروا نص كاس العنبه ديال الحليب. هنا غادي نحرك كلشي مزيان بحال هكا، وغادي نسد الكوكوط ديالي، وغادي ندير لها الصفاره، وغادي نديرها على العافيه مهيله بزاف بزاف. يعني البوطه تكون ناقصه البنات، تكون بحال الشمعه. وغادي نخليها ملي غادي تصفر الكوكوط ديالي، يعني الصفاره غادي نحسب لها تقريبا واحد 10 دقائق، وغادي نحل عليها وغادي نلقاها طابت ونلقاها معلكه البنات. هنا عندي شويه ديال الفرماج محكوك، عندي موتزاريلا مع الفرماج الاحمر. غادي نزيدو على البطاطا ديالي من بعد ما حليت عليها ولقيتها ما شاء الله راه طابت. غادي نسد عليها واحد دقيقه، يعني ما غنسدش الكوكوط ندير الصفاره، غادي نرد عليها الغطايه ونخليها غير يذوب هذا الفرماج، وغادي نطفي عليها وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. هنا البنات البطاطا ديالنا من بعد ما طابت ما شاء الله البنات طلعت فيها واحد الريحه رائعه بزاف بزاف بزاف، واحد الريحه اللي هي زوينه. هنا كنوريكم ما شاء الله جات معلكه وجات لذيذه.
جات فيها واحد البنة اللي هي خطيرة، نتمنى البنات تجربوها لأن غادي تعجبكم بزاف بزاف، وغادي تعجب وليداتكم. كما قلت لكم البنات وجبة سريعة، ما تحتاجوش توقفوا بزاف، دغيا توجدوها هكا الغدا أو العشاء، سريعة بزاف بزاف البنات وتتجي لذيذة وبنينة بزاف. نتمنى إن شاء الله توجدوها لأنها ساهلة بزاف. كيما شفتوا معايا المكونات ديالها قلالين بزاف، ولكن النتيجة يا سلام. هنا أنا قدمتها مع سلطة ديال مطيشة مع الخيار والخس وشوية العصير. صراحةً وجبة لذيذة بزاف وكتستحق التجربة يعني كتستحق التجربة ديالكم. نتمنى البنات تجربوها وتعجبكم. وإلا عجبكم المحتوى ديال القناة ديال البنات ما تنساوش ديروا لواحد اللايك للفيديو. والسلام عليكم.